طيب دي كلاكيت تالت مرة أو حاجة نسجل، بس ماشي. احنا دلوقتي يا دكتور في فيديو الأيزومرات، تمام؟ بيتشابه في ايه أي أيزومر بقى؟ في الكتل المولية هتكون واحدة. ليه؟ لأنهم نفس الرمز، الصيغة واحدة. الصيغة الإيه بقى؟ الصيغة الجزيئية واحدة، الرمز برضو ما ده معناه الرمز يا دكتور. وإيه تاني؟ والصيغة الأولية، والصيغة الأولية. أمال الاختلاف هيكون فين بقى؟ الاختلاف هيكون في الصيغ البنائية. أمال الاختلاف في الايزومرات يا دكتور اللي انت برضك المفروض تكون عارفه، هيكون في الصيغ الايه البنائيه، يعني طريقه الرسم. ليه؟ لان كل واحد هيبقى ليه اسم، شغل دماغك بقى. والخواص الكيميائيه، يعني ايه الخواص الكيميائيه يا دكتور؟ يعني التفاعلات هتختلف، خلاص. وايه تاني؟ والخواص الفيزيائيه، يعني ايه بقى خواص فيزيائيه؟ انت المفروض بقى بقيت شاطر وعارف خواص فيزيائيه يا دكتور، يعني الذوبان والغليان والانصهار والحاجات دي كلها. دي كلها ايه؟ الذوبان والغليان والانصهار والحاجات دي كلها. زي مثلا ان انت كل ما بتزود تفرعات كل ما بتقلل غليان، لان مساحة السطح بتقل، فالغليان بتاعك بيقل يا دكتور. المفروض بتسجل ورايا، سجل. طيب عايزين بقى نعرف، المفروض انت فاهم اصلا ايزومرات من درس الالكان، بس ماشي انا ايه، نبدا كده واحده واحده. بص، لو انا الايزومرات احنا قلنا بتعرفها منين؟ ان انت تلاقي مفيش رسمه تانية تقدر ترسمها. فاكر يا دكتور المركب ده اسمه ايه؟ سي اتش 2 دبل بوند سي اتش 2، ده اسمه يا دكتوره ايثين. هل تعرف ايثين؟ وقلنا ده واحد ايثين، بس الواحد انا مش محتاج اكتبه لان هو مفهوم ان بعد الكربونه رقم واحد. هل ده يا دكتور في اوبشن تاني تعرف ترسمه؟ لو تعرف قول لي، لو حد يعرف يرسم ده بشكل تاني قول لي في الكومنتات. طيب الشكل التاني يا دكتوره ممكن يترسم، لو انا قصدي معايا مثلا سي 3 اتش 6. لو انا اولا معايا سي 3 اتش 6 كده كده الكين، لان انا قلت الصيغه هنا سي ان اتش 2 ان، يعني ضربت في 2. طيب ده ممكن يترسم ازاي يا دكتور؟ ده ممكن اقول كده سي اتش 2 كده اهو، دبل بوند سي اتش، وايه، وارسم سي اتش 3، سي اتش 3 كده. طيب ده ايه بقى؟ دوت بروبين. خلاص، ده بروبين، واحد بروبين طبعا، بس الواحد برضك مش محتاج اكتبه لان مش مكانه مش هيفرق معايا. ليه؟ لان هي لو اتحطت هنا يبقى ستيل واحد، فمش فارقه كتير. هل تعرف ترسم ده بشكل تعرف تفرع منه؟ مفيش تفرع. يبقى الالكينات بتبدا من الايثين اول فرد في السلسله المتجانسه. وقلنا يعني ايه سلسله متجانسه يا دكتور؟ يعني عيله، يعني بيجمعها قانون. يعني الكانات مثلا، الكينات مثلا، الكينات مثلا. لو بقول لك انا مثلا سي 10 اتش 8 اللي هو النفثالين، هل ده تبع عيله متجانسه؟ لا، لانه ملوش قانون يتبعه، فده ايه؟ مش هيكون عيله متجانسه. فاهم قصدي؟ تمام. طيب لو انا مثلا يا دكتور عندي اللي هو الايه السي مثلا 4، انا عايزك تحاول توقف الفيديو كده وتحاول تعمل لي ايزومرات السي 4 اتش 8 ده. اول حاجه ترسم السيهات، ممكن اقول كده سي اتش 2 وتحط الدبل بوند في الاولى. امشي بتفكير واحده واحده، وما تستعجلش كده في الايزومرات، واحده واحده. وهنا سي اتش، وهنا فيها سي اتش 2 يا دكتور، وبعد كده في سي اتش 3. الله، تمام، حلو قوي. طب هنا بقى اسم المركب هيكون ايه؟ اسم المركب هيكون بيوتين. اظن دي ما فيهاش حاجه، بيوتين، لان ايه؟ اربع كربونات، ومش محتاج برضو قال واحد، لان لو قلت بيوتين وسكت مفهوم انه بعد الكربونه الاولى. طيب هل ممكن نرسمه بشكل تاني؟ ممكن ننقل الدبل بوند ده هنا اهو. يبقى انا هرسمه كده سي اتش 2 كده اهو، وايه، ويبقى ماسك في سي اتش دبل بوند سي اتش رابطه سي اتش 3. يبقى الشكل الجديد بتاعك اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه 2 بيوتين. يبقى انا كده جبت ايزومر جديد، صح كده؟ تمام. طب هل ده ممكن يترسم بشكل تاني؟ طب ايه رايك في السؤال ده بقى؟ ينفع يا دكتور، ينفع انقل الله، ينفع انقل الدبل بوند دي هنا؟ مش هينفع. ليه؟ هيبقى واحد بيوتين جبناه مره، جبته مره، ما ينفعش. يبقى دي اخري في نقلات الدبل بوند. تعمل ايه بقى بعد كده؟ قصر السلسله واعمل تفرع. فانا اقول كده سي اتش 2 مثلا، وهنا ده اخد الشكل الاولاني، بس هحط ده اركبها فوق اهو. هاخد الشكل الاولاني سي اتش 2 اهو دبل بوند سي، وافرع هنا سي اتش 3 يا دكتور. وبعد كده نقول ايه الايه السي اتش 3 بتاعتك محطوطه هنا. وهيبقى الشكل ده اسمه ايه؟ 2 ميثايل بيوتين. 2 ميثايل، مش 2 ميثايل بيوتين بقى، هيبقى اسمه 2 ميثايل كده. هيبقى اسمه 2 ميثايل بروبين، هيبقى اسمه 2 ميثايل بروبين. حاسس ان اكن في حد رد عليا قال لي لا يا مستر ده هي 2 ميثايل بروبين. الله ينور عليك يا ابني لو انت رديت. يبقى ده 2 ميثايل بروبين. يبقى السي 4 اتش 8 كان ليها معايا 3 ايزومرات. يبقى احنا ممكن نقول برضك ايه اول الكين متفرع؟ 2 ميثايل بروبين. خدت بالك معايا؟ تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب تعالى بقى ناخد السي 5 كده ونشوف دنيتها ايه، لانها هتطلع معايا شويه حلوين. سي 5 اتش 10. طيب اول تفكير، اعمل السلسله 5 كربونات، بعد كده احط دبل بوند في الاولى. الشكل ده هيبقى اسمه ايه يا دكتور؟ هيبقى اسمه بنتين، صح؟ بعد كده ايه الاسم اللي انا كاتبه ده؟
ايه ده؟ مؤاخذة يا جماعة، مؤاخذة، ده بنتين بنتين. طيب ده الله، والقواعد انتوا عارفين يا جماعة في السنتر والله بكتب احسن من كده، بس يعني الشاشة هنا بنتين. تمام تمام، بنتين او واحد بنتين، ما الاتنين واحد مفيش مشكلة. ممكن ننقل بقى الدبل بوند ده هنا اهو، فيديني ايه بقى؟ ايزومر جديد اسمه بدل ما هو واحد يبقى اسمه اتنين بنتين، صح؟ اتنين بنتين. طب ينفع ننقل تاني؟ اه ينفع. لو انا نقلتها مثلا هنا هيبقى تلاتة بنتين. الله عليك، يبقى تلاتة بنتين مفيش مشكلة. كل دي يبقى انا جبت تلاتة لمجرد ان انا نقلت الدبل بوند. بعد كده ثبت اول دبل بوند في الواحد بنتين، تعال نجيب اخره، وبعد كده نجيب الاتنين بنتين اخره. بص بقى، الواحد بنتين ده اللي هو سي دبل بوند كده، سي، ما هو كده واحد. نحط تفرعات، اول مره خلي فيه تفرع كده سي اتش 3، وبعد كده نقول سي اتش 2، وبعد كده سي اتش 3. يبقى الشكل ده اداني انا كده كده لسه في واحد بنتين، بس التفرع بقى بتاعك في كام؟ اتنين ميثايل واحد بنتين. خليك في واحد بنتين لسه، اوعى تسيبه، خلصه هات اخره، انقل ده هنا اهو. فيها مشكلة عشان تبقى تفرع، فانا بدل ما اقول 2 ميثايل بنتين هيديني الشكل الجديد اللي هو هيبقى 3 ميثايل، 3 ميثايل بنتين برضك، واحد بنتين واحد بنتين. خلاص، انا كده جبت اخر الواحد بنتين، خلاص خلصته. روح بقى شوف 2 بنتين ونخلصه، لان ده شكله فيه شويه ايزومرات حلوه. تعال نجيب بقى 2 بنتين اهو، 2 بعد التانية حطيت دبل بوند، يبقى هو ده الشكل بتاعي. يبقى انا عايز احط سي اتش 3 تفرع، فانا ممكن احطها هنا، فيبقى كده اسمه ايه؟ 2 ميثايل 2 بيوتين. هيبقى كده، استنى انا قلت انا عايز اعمل ايه. ماشي، 2 ميثايل. استنى بس، في حاجه غلط. شفت الغلط ايه؟ ان دي اصلا اللي فوق مش واحد بنتين اصلا، ده دوت. انا برضك مستغرب ان ده اصلا كده مش هيبقى، لا انا لو انا كده هقصر السلسله، فيبقى بدل ما هو واحد بنتين، لا ده هيبقى كده واحد بيوتين. واحد بيوتين يا دكتور، وهنا برضك واحد بيوتين. احنا كده برضك خلصناه، بحيث ان مكان الدبل بوند لسه في الاول. خدت بالك معايا؟ تمام، مفيش كده حاجه. طيب نشتغل برضك على البيوتين. انا لسه على البيوتين، بس انا خليته 2 بيوتين. انا كده شغال على 2 بيوتين. الميثايل خد رقم 2 مره، يبقى 2 ميثايل 2 بيوتين. طب لو انا نقلته هنا هياخد رقم 2 برضك، فمش فارقه، يبقى انا كده جبت اخر ال 2 بيوتين برضك. طب التلاتة مثلا، ما هو التلاتة هتبقى واحد، يعني انا لو نقلت التالتة قصرت السلسله عن 4 مثلا، خليتها كده مثلا، احط الدبل بوند هنا. ممكن نحط سي اتش 3 اهو. هتيجي ولا مش هتيجي؟ هنا سي اتش 2 كده. تمام، ما دي كده رباعية، مش هينفع، لا مش هينفع، يعني مش هينفع ان انا احط حاجة هنا، ليه؟ هتبقى السي دي خماسية او لا، فمش هينفع كده. يبقى ده كده ايه في سي، يبقى ده كده سي اتش 3 بقى، سي اتش 2 بعد كده سي اتش 3. ما فيش، واحنا جبنا الشكل ده قبل كده اللي هو 2 ميثايل واحد بيوتين، جبنا احنا قبل كده 2 ميثايل واحد بيوتين، يبقى هي دي الاشكال اخرها. طب لو هو 3 وحطيت مثلا الدبل بوند هنا، خدت بالك معايا؟ واحنا نعمل تفرعين هنا مثلا وهنا. طب ما دي حلوة دي. لا بس استنى، انا لو عملت اتنين كده واحد واحد، واحط هنا سي مثلا وهنا سي، كده 4 كربونات، هما كلهم 5 اصلا، لا مش هينفع، مش هينفع، هي ما فيهاش كده على فكرة، هما دول بس. يبقى انا كده جبت الايه؟ واحد بنزين مرة، ادا واحد اتنين تلاتة، وجبت الرابع الخامس السادس، خلاص مفيش تاني. ده ما ينفعش، ده احنا عملناه مرة. يبقى دول ايه؟ 6 ايزومرات. هسيب لك بقى واحد تعمله لوحدك، وتعمل لي بقى الايه؟ السي 6 اتش ايه؟ اتش 12. خلاص ده تعمله انت لوحدك. وده بالنسبة للايزومرات يا دكاترة.